زياد قال في 11,000 ال6 شهور دول بس. طب فين ازاي يعني كيف يمكن لعاقل ان هو بعد هذه الثوره المجيده اللي العالم كله بيبص لها بفخر وباعجاب شديد جدا ان انا اسمح لسمعه مصر انها تلوث بان يبقى في 11,000 على الاقل منهم في 10,000 شاب سائر شجاع وليس بلطجي اتحبسوا في المحاكم بالمحاكم العسكريه في السجن الحربي اثناء ما المسؤولين بيحاكموا امام القضاء العادي والطبيعي، المحاكمات العادله والمعرفش ايه وبرفق، وفي كتير جدا لسه ما تقدمش المحاكمه. وبرضه مش متصور ان انا حتى هذه اللحظه ان يجي يقول لي انا مش عارف اجيب بالظبط مين قتل الشهداء. يعني في اعذار كده بتتقال لك اصل الحكايه فيها شيوع تهمه، اصل انا مش عارف. يعني لو مش عارف، اللي مش عارف يتنحى، اللي مش قادر. يعني احنا طلبنا من المجلس العسكري ان يحقق الامن. لو هو مش قادر يقول انا مش قادر، لو هو عنده مشكله، عنده حرج ما مع الرئيس مبارك عشان كان قيادته في لحظه من اللحظات يقول انا عندي القاضي مش لما بيتحرك بيتنحى يتنحى. لو هي المساله يعني مصر لم تعدم كفاءات في الجيش المصري كفاءات عظيمه جدا، وفي مصر كفاءات عظيمه جدا ممكن ان تدير البلاد. مصر لم تعقم عشان يتقال ان حتى هذه اللحظه مش عارفين نحاكم الرئيس مبارك، مش عارفين نحاكم رموز الفساد، وعندهم اشكاليه يقول لك والله القانون. انا بعذر بعض القضاه لان فعلا القانون معيب. القانون والادله اللي مقدمه بتخلي القاضي، انا لا اشكك في نزاهه القاضي، بس القانون نفسه. الحقيقه النهارده خليني انقل لحضرتك عشان دي نقطه كانت مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. اتكلمنا عليها المستشار كان معانا مستشار من الامم المتحده وقال انه ما بعد الثورات يجب ان يكون هناك قانون مختلف، وبالتالي ده ينسف كل المحاكمات اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي لانها تحاكم وفقا لقانون سقط مع سقوط النظام. والله العظيم انا في هذه القناه تاني يوم تنحي مبارك قلت ثروه مصر المنهوبه لن تعود بالقانون، ومحاكمه الفاسدين ده لن تعود بالقانون، هم اللي فصلوه على هواهم. يعني الاستثناءات اللي كانت بتمنح للوزراء في اختصاصاتهم، لما اجي انا كقاضي والله القانون كان بيكفل لي ان انا ادي الحسن ودي القانون بيكفل لي. طب انا ازاي احاكمه كقاضي؟ ما اذا انا بحاكمه بموجب قانون، فلابد من قوانين اخرى. في قلنا برضو من ساعتها من يومها قلنا في شرعيه جديده دلوقتي اسمها الشرعيه الثوريه. لابد من اعاده هيكله كل الامور. ما فيش حاجه اسمها ان انا احاكم. يعني بطرس غالي طلع قانون هو مدي لنفسه صلاحيات، كل الصلاحيات، فلما تيجي تحاكمه تطلعه براءه فالقاضي معذور. اما تيجي تتكلم حاجات كتير جدا حسن عجيبه. يعني هل متصور ان الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها دي زورت بناس من الجن والشياطين، ولا زورت من ناس معروفه من اول حسني مبارك لغايه اصغر قاضي قد شارك في التزوير؟ لازم نجل مؤسسه القضاء. لكن هل ما فيش قضاه شاركوا في تزوير الانتخابات؟ ما هو ده بنفس السياق بنفس السياق لابد. وده على فكره مش طعن في مؤسسه القضاء عشان ما حدش يفهم غلط. مؤسسه القضاء فوق دماغنا زي مؤسسه الجيش فوق دماغنا، ولكن هل لما نطلب تصحيحها ولا تطهيرها هل احنا كده بنطعن في قداستها؟ القضاة الشرفاء نفسهم بيطالبوا كده بالظبط. يعني هم اول من يطالبوا. ففي حاجات كتير شديده العجب لما تيجي تعمل شهداء الثوره والمصابين. هل متصور ان انا لسه من اسبوعين تصدر بس اللجنه اللي ترعى اسر الشهداء والمصابين اثر برضو اعتصامات ومظاهرات ومليونيات سابقه؟ يعني ده انا اول قرار هاخده كمجلس عسكري اشوف الناس اللي دفعت ضريبه الدم دي واللي احنا كلنا هنفضل جميلهم في اعناقنا طبعا لغايه ما نموت احنا واولاد ولادنا. هم ال1000 بني ادم دول وال10,000 مصاب هم اللي حرروا مصر. لولا الدم ده ما كانتش مصر اتحررت. دول مش اول ناس، احنا كنا نعمل لهم تماثيل. واللي حياهم اللواء الفنجري في المشهد الاول للثوره. هو كلام وخلاص. مش كلام طبعا بقى. مش كلام. انا لازم اشوف اسر الشهداء ديت واشوف المصابين واجري اشوفهم. اسيب الولد ده بجد الحاله دي حاله تحتاج الى محاكمه. يعني احمد خالد ده يحتاج الى محاكمه. المسؤول عن الولد مات عفنا قرح فراش، وانتوا عارفين اكيد يعني المسائل دي ازاي شهيد ولد بطل من ابطال ثوره كل الدنيا بتتكلم عنها، والمجلس العسكري نفسه بيدي تعظيم سلام لثوار 25. بيحاكم في مستشفى حكومي بيعالج في مستشفى حكومي ويتساب يذبل كده ويتعفن
ويتعفن جسده الطاهر ده عشان هو ادى هذه الخدمه الجليله لمصر اثناء ما يعني لا في مفارقات كان لازم الشعب يخرج بهذا الشكل. واعتقد ان هو المجلس العسكري اذا لم ينتبه لهذه الصرخه العاليه الصوت المساله هتتدهور تدهور شديد جدا. لان ده اللي هيخليني ارجع للي انا قلته في المقدمه، فكره قراءه المشهد دايما هي اللي بتودينا لفكه او يعني كيفيه التعامل معاه. يعني الاحتمالات يتبص على الجمعه دي ازاي، خاصة انه يعني قبل وجود حضرتك معانا كان معانا حد من شباب الاخوان، ورجعنا تاني للمواقف الملتبسة، مرات مرات لا، مرات احنا موجودين من اول يوم، احنا مش موجودين من اول يوم. والنبي ما تكلميني على الاخوان عشان انا مرارتي مفقوعة. لا تعالى نقرا الاول المشهد وبعدين نبقى نشوف الاخوان. ناخد جزء ايجابي شوية. اخلص لك من الاخوان، يعني انا الاخوان النهارده برضو كانوا يعني انا حمدت ربنا انهم قرروا ان هم يمشوا من الميدان. ليه بقى؟ عشان تبان قوتهم. يعني هم عمالين يفهموا المجلس العسكري احد برضو المصائب الكبرى ان في ال5 شهور صدر للمجلس العسكري انهم القوه الوحيده على ارض الواقع، القوه الوحيده المنظمه اللي تستطيع انها تهيج الشعب وتدي اوردر للشعب ان هو يخش العشوش بتاعته فتخش، يخش بيوته فيخش. فالنهارده شالوا المنصه بتاعتهم وروحوا ما نقص الميدان 5 تنفار. وانا كنت يعني كان ليهم منصه. ايوه كان ليهم منصه، كانوا واقفين على منصه فكوها ومشيوا، والثلاث منصات الباقيين كانوا موجودين. انا موجود على فكره من الساعه 10 الصبح، من 10 الصبح. ودي صوره الميدان من دقائق على فكره يعني. واضح على لون بشره حضرتك يعني ان انت موجود في الشمس. انا موجود. فانا النهارده لاول مره على فكره، انا كنت نزلت النهارده لاول مره بعد 6 شهور اصور كادر في ميدان التحرير. ما كنتش قادر اصور. يبقى بدات بقى، يبقى كده دي بدات افكر. فكنت راصد بالكاميرا ومسجل عندي ان اما اتشالت المنصه والاخوان قالوا دعوا الناس للانفضاض انهم يمشوا، مشيوا هم شخصيا والميدان ما قالش 5 تنفار. فدي جزء عشان بس الناس تبقى عارفه احجامها. الشعب المصري ده فوق كل القوى السياسيه واولهم الاخوان، وفي كل القوى السياسيه بما فيهم التيار النصيري اللي انا بنتمي ليه. يعني مش بقول لك ده التيار الرئيسي في المجتمع المصري، التيار الجامع مش منتمي لاي قوى سياسيه، عشان ما حدش بس يفهم حد، لا يفهم السفارات الاجنبيه اللي كله عمال يتفاوض معاها ويعمل ويقعد معاها ويحط رجل على رجل ويفهمه ان هو يملك البلد. القوى السياسيه دي كلها لا تملك الشعب المصري. الشعب المصري اكثر من 85% منه هي الاغلبيه فيه اللي شاركت في الثوره لا تنتمي لاي تيارات سياسيه. وعلى راي العظيم مجدي مهنا كان بيسميهم احنا مش شعب اغلبيه، احنا شعب غلابه. الغلابه ال 85 مليون دول، ال 85% دول ما لهمش علاقه بالتيارات السياسيه. ودول بقى هم الضمير الجامع اللي تجتمع فيه كل مقومات الجماعه الوطنيه المصريه ومقومات الحقيقيه للاصاله المصريه. مفيش بقى لا فرصه غنائم، ولا اول ما يلوح النصر ينزلوا يلموا الغنائم زي ما عملوا الاساتذه بتوعنا في بتوع الاخوان المسلمين، ولا الكلام ده خالص. التيار الرئيسي ده هو ده اللي لازم يقود مصر. هو اللي كان موجود النهارده، وهو اللي كان موجود النهارده، وهو اللي مصمم على الاعتصام، وهو اللي قاعد. وانا قاعد ابص للشباب يعني بقول انا بلاقيهم برغم كل قراءاتي وبرغم كل بدعي ان انا حتى مثقف وقريت شويه، انا ببص للشباب اللي واقفين انا حاسس انهم اعمق مني واكثر وطنيه. والله العظيم بجد بشكل امين مع نفسي. ليه؟ لاني انا ما استحملتش ساعه في الحر، وكنت بروح اتدارى في الظل شويه وارجع واطلع كده في بلكونه اصور وارجع يعني، وتعبت جدا. هم واقفين 12 ساعه والشمس بتضرب في راسهم، والحراره اكتر من 42 الحقيقه. ما حدش اتحرك بما فيهم البنات والستات. يعني كان منظر. انا بعتقد المجلس العسكري الان لازم يفكر ولازم يتخذ قرارات سريعه جدا وفوريه جدا، لان لو حصل بعد كده اي ازمات ما يقعدش يقول الثوره بقى، ما حدش يقول الثوره والثوار، لا يبقى انت السبب في كل المصائب التي ستحدث. يعني انا بحمل المجلس العسكري اذا تفاقمت الامور هو المسؤول الاول والاخير، لان الناس طلعوا في صرخه تحذير اولى وثانيه وثالثه وقالوا له ارجوك واحنا مدين لك الامانه ونحن نحترمك ونحن لو انفرط عقد الامه بقى وحصل اي حاجه مش هيبقى مسؤوليه بقى ثوره 25 يناير، ده مسؤوليه من ادار البلاد في هذه المرحله الانتقاليه.
طب حديثك عن السفارات الأجنبية استدعى يعني في ذهني مسألة الحديث بالأسلوب التآمري أو بفكر المؤامرة. ثورة 25 يناير قامت من وجهة نظر يعني ناس كتير فجأة، ولم يخطط ليها ولم يعني يدبر ليها من قبل أي حد، لكنها فاجأت العالم وفاجأت القوى الكبرى وفاجأت إسرائيل. من ساعة ما حققت الثورة بعض النجاحات في بدايتها لغاية النهاردة، وهناك شعور بأن هناك من يعرقل هذه الثورة، في حد عمال يسحب فيها لورا. يعني الفكر التآمري ممكن ينطبق هنا، ولا من الافضل لينا ان احنا لا انا لان انا مش من انصار التفسير التآمري للتاريخ ولا من انصار نظريه المؤامره. ليه؟ اقول لك ليه. لان انا بلاقي الجسم الصحيح لما بيخش فيه فيروس او يهاجمه فيروس، بالمناعه الطبيعيه بتاعته بتطرده على طول وتسحقه. لما يبقى جسم هزيل ويخش فيه فيروس انفلونزا ممكن يموته. مش كده؟ فهي المؤامره بتنفذ كما ينفذ السكين في الزبد لما تبقى المناخ مهيئ. لما احنا نديله المناخ يبقى لا بد ان يكون هناك ظرف ذاتي وموضوعي عشان تنفذ هذه المؤامره. اذا احنا لا نلتفت لمؤامرات، احنا نخلي جسمنا بس صحيح، نخلي المناخ صحي ومفيش يعني احنا لنا اعداء بلا ادنى شك. اكيد البلاد اللي حوالينا مش حتى اسرائيل وامريكا اللي لها مصالح في المنطقه، في بلاد كثيره، بلاد عربيه كثيره مش من مصلحتها ان هذا النموذج المصري يقف على رجليه. ثوره سلميه حضاريه العالم بيتكلم عنها، وبعدين تعمل ديمقراطيه، وبعدين تعمل تنميه، وتبقى نموذج في المنطقه يحصل عليه اشواق، يعني تبقى في شوق للشعوب لهذا النموذج. اكيد في بلاد كتير جدا خاصه البلاد الملكيه اللي موجوده حوالينا ما تحبش ان النموذج ده ينجح. فانا ما بحبش ابحث كثيرا في الهاجس التآمري، انا احب ابحث دايما على ظرفي الذاتي والموضوعي. انا لازم اكون صحيح ولازم اكون قوي ولازم اكون عافي. لما هيجي يعملوا مؤامره مش هتمشي يعني لن تثمر. يعني لو انت بصيت للحكايه بتاعت الامن مثلا، الامن اللي موجود وانفراط الامن والانفلات الامني والبلطجيه يعني المساله في منتهى البساطه يا جماعه. انت عندك شرفاء في هذا الجهاز محدش يقدر ينكر، وعندك ناس فاسدين محدش يقدر ينكر، وعندك ناس عليهم علامات استفهام محدش يقدر ينكر. يا عم ما تطهر جهازك يا عم، واعمل مصالحه ما بين الشعب والشرطه، والشعب هياخد الشرطه مفيش حد في الشعب كاره المؤسسه من حيث هي مؤسسه، هو كان كاره ممارستها.